عمرك شفت حد كان مليان طاقة، طموح، ضحكة حلوة، مستقبله مفتوح قدامه، وفجأة بقى شخص تاني؟ عينه مطفية، كلامه بقى بطيء، نفسه حتى قصر، وحياته كلها اتحرقت. طب سألت نفسك هو ازاي وصل لكده؟ يعني هو مثلا اختار الطريق ده بايده ولا الطريق ده اللي اختاره؟ تعال اقول لك على حكايه ممكن تكون عنك او عن حد قريب ليك، ويمكن بعدها تحط نقطه ومن اول السطر. فترة وهتروح، مش هيأس وهقوم من تاني، ههرب من الحاجة اللي تاخدني للشر عشان مش مضطر أفضل مجروح. فترة وهتروح علشان أنا طول عمري بعافر، مش هضعف وأحاول أجرب من ربنا أكتر أتقرب ولديني أروح. المخدرات ما بتبدأش بإدمان ولا بتبدأ بضمان، ما بتبدأش حتى بشكة أو خط. عارف بتبدأ بإيه؟ جرب بس مرة، مش هتأذيك يا عم، كل الناس بتعمل كده، هو أنت مش راجل ولا إيه؟ والمصيبة إنك بتصدق، لأنك بتكون عايز تهرب وتهدى وتنسى وتحس إنك طاير كده من فوق الدنيا، بس الحقيقة أنت هتقع على رقبتك، وواحدة واحدة صحتك باظت، علاقاتك طارت، شغلك ضاع، احترامك لنفسك بيتدفع، والأسوأ من كل ده إنك في لحظة بتبطل تحس، لا هتحس بفرح ولا هتحس بحزن ولا حتى هتحس بنفسك. وعارف ايه الحاجة المشتركة ما بين كل مدمن؟ ان عمره ما قال ولا صدق ان هو مدمن، بس كلهم قالوا هي مرة ومش هتفرق، انا بتحكم، بعرف اعمل كنترول، انا مش زيهم. بس للاسف الطريق كل واحد والنهاية معروفة، سواء على سرير في مصحة او في زنزانة، والاسوأ انك ممكن تكون تحت التراب. طب انت ما سمعتش الايام دي كام حد بيسرق ويضحي بعياله عشان يشرب مخدرات؟ طب سمعت كام مرة عن حد كان طبيعي جدا وحد محترم وفجأة لقيته اتجن وماشي في الشارع؟ كام؟ طب سمعت عن كام حد قتل وهو مش في وعيه بسبب المخدرات؟ طب انت شفت دلوقتي بقى في كام نوع من المخدرات؟ واللي انت ما تعرفوش ان مش دي المخدرات اللي هي بتطلعك من المود وكده، دي كلها مصنعة وهتوديك في 60 داهية. وخلي بالك اللي انا بتكلم عليهم واللي انت سمعت عنهم دول ممكن تبقى انت او انا او اي حد يبقى مكانهم في اي وقت. لو انت دلوقتي بتتفرج عليا وجوه دايرة الادمان، اعرف انك مش لوحدك، بس لازم تقرر هل هتسيبها تتحكم فيك وتسيطر عليك ولا هتقف وتقول كفايه. بس لو انت لسه على الباب اوعى تفتحه، لان اللي جوه دي مش حياه، ده قبر وانت هتبقى صاحي فيه. واخوكم قدوره بيقول لكم اللي بيهرب من مشاكله بشرب المخدرات بيصحى يلاقي مشاكله هي اللي بتشربه، وساعتها مش بيبقى فيه نقطه ومن اول السطر. نقطة ومن أول السطر، حتى ولو كان فاتني القطر، الفرصة الرايحة أكيد يجي غيرها كلها بمعاد. هبقى واحد تاني ومش هقبل أتدمر، لسه المستقبل وأنا لسه صغير وأقدر أغيره على استعداد.